بصراحة أنا طالع أقول كلمتين في حق الفايبروميالجيا والتعب النفسي. الناس اللي عندها فايبروميالجيا وأوجاع في جسمها كلها، وأوجاع في الرقبة، وأوجاع في الصداع، وتقدم الرقبة، والكتاف الملفوفة، وأوجاع في جسمي كله، وأوجاع في كتافي، وصداع، وأوجاع في ركبي، ولما أدوس على أي حتة في لحمي بحس بقرصة، وأدوس على بطني وبتقلبات مزاجية، وبطني ما بتهضمش كويس، وعندي ارتجاع في المريء وحموضة، وكمان بانيك اتاكس او نوبات الهلع اللي بتجيلي، وضيقة التنفس و بص انا هحكي لك. انا جالي شاب عنده 35 سنة. الشاب اللي عنده 35 سنة ده عنده بنت صغيرة، ماشي. الراجل ده يا سيدي هو فجأة بيحس بضيق التنفس لما بيجي يخش نفق الأزهر، أو لما يجي يركب طيارة. بيحس إن يا نهار أسود، أنا هسيب العربية حالا. أو بيجي يطلع على كوبري يبقى طالع فوق، أنا هسيب العربية حالا وأطلع أجري منها وآخد نفسي، ماشي، لأن أنا كده أنا هموت حالا. فده إحساس اسمه إحساس النوبات الهلع أو بانيك أتاكس، ماشي. بتيجي ليه؟ انا عايز اقول لك على حاجه. جسمك انت فقدت الثقه فيه. ايه اللي حصل؟ انا الفتره اللي فاتت مثلا، بقول مثال مش انا يعني، مثلا الفتره اللي فاتت انا دوست جامد في الاكل، استهبلت في الاكل، استهبلت جامد في الاكل، وفي التدخين قعدت ادخن كتير، والسهر بسهر كتير، وما اشربش ميه كويس، وما بنامش كويس، وستريس شغل كتير، ومش عارف في رمضان بقى عزومات وسهر ومش عارف ايه وصلاه تراويح ومش عارف ايه، الناس اللي كانت بتصلي التراويح والتهجد، وفرمه والناس بتتعب وستريس جامد قوي. وبعدين هوب، جت فجأة جسمك بيقول لك مش قادر استحمل ده، انا مش قادر استحمله. بيديك انذار، ماشي. انذار بايه؟ حاجة بسيطة، علو في يعني في معدل نبضات القلب. معدل نبضات القلب بس عالي شويه. اما عالي معدل نبضات القلب شويه، انت قعدت تقول يا نهار اسود، انا قلبي معدلات نبضاته زادت عن الطبيعي، ولابس سمارت ووتش وبتقول لي اوبا الحق معدل نبضات قلبك وانت قاعد 90، مع ان تشات جي بي تي بيقول لي من 60 ل 80. اوبا انا بموت. اعرق، عصب حائر، واعراض العصب الحائر بقى. هنا العصب الحائر يبدا يشتغل، العصب الحائر بتاعك بقى يبدا يشتغل، يديك ايه بقى؟ يديك ارتجاع في المريء، ويديك عسر هضم، يديك حموضه، يديك ضيق تنفس، نبضات قلب سريعه، ويدي دوخه، ويدي طنين في الاذن، وجزع على السنان، وتوتر. خلاص اهلا وسهلا بيك، الروشتة الكاملة للتوتر. حصلت الروشتة الكاملة للتوتر ده ليه؟ لان انا ابتديت بعرض واحد، هو معدل نبضات القلب السريع او معدل التنفس السريع، ماشي. فاما بتحصل دي، انت ليه اتركبت؟ ليه ركبت الموجة دي؟ ليه الموجة دي ركبتها؟ لان انت الفترة اللي فاتت انت كنت مقصر في حق نفسك، وانت عارف كويس انك مقصر في حق نفسك. انت عارف كويس ان انت دوست على نفسك في الفترة اللي فاتت، واستهلكت من صحتك كتير. فانت ما بقيتش واثق في قلبك، ومش واثق في رئتك، مش واثق في كبدك وكليتك. وتيجي تعمل التحاليل وتلاقي التحاليل كلها ايه؟ يا سليمه يا اما في شويه نسب عاليه. صباح الفل، اساسا انت لو ما كنتش حللت ما كنتش هتاخد بالك، وكنت هتبقى زي الفل. ولكن عشان انت عارف ان انت قصرت مع نفسك، وعشان انت عارف انك استهبلت الفتره اللي فاتت في الاكل، وانتي انا بتكلم على الستات برضو، والسهر، والنوم بدري والنوم متاخر والصحيان متاخر، فبعديها جات لك هجمه من دول، اتركبت فيها ورحت في داهيه. وبعدين نروح طالعين على الدكاتره النفسيين. تعالى بقى، رحت للدكتور النفساني. الدكتور النفساني يقول لك ده بانيك اتاك. ماشي، طب هنعمل ايه حضرتك؟ بانيك اتاك هناخد له حاجه اسمها سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، SSRI. يعني دواء يخلي السيروتونين بتاعي، بدل ما هو عنده مصنعين، السيروتونين بيطلع من مصدرين، بيطلع من المعدة عندي، وبيطلع من مخي، ماشي. وده اللي بيهديني وبيخليني مزاجي رايق. فهمت قصدي؟
طب انا الدواء اللي بيهديني وبيخلي مزاجي رايق ده السيروتونين ده. السيروتونين ده عنده مصنعين، مصنع في معدتي ومصنع في مخي. طب انا معدتي مهرية يا باشا، مليانة ارتجاع في المريء وحموضة ومليانة انتفاخات، فمش عارفة تصنع لي السيروتونين بتاعي. فانا عندي شوية سيروتونين صغننين كده بيفرزوا في المخ، هروح واخد له دواء اسمه سيروتونين ري ابتيك انهبيتور SSRI. هيروح ماسك السيروتونين ده يقول له استنى، خليك المصنع الكبير مش عارف ينتج. طب المصنع الكبير اللي مش عارف ينتج اللي هو المعدة، طب ما انا اصلح المعدة بدل ما اجري على الدكتور النفساني واخد من عنده الاس اس ار اي السيروتونين ريابتيك انهبيتور ده، وبعدين اخش في الدايلما بتاعت ان انا ما اعرفش اعيش من غير الدواء ده. طب وبعدين واخرتها ايه؟ فتفضل انت عبد لهذا الدواء بقيت عمرك. طيب المشكله في ايه بقى في الاس اس ار اي؟ خدت الاس اس ار اي بيعمل لك حاجه اسمها ايموشنال بلانتنج. يعني ايه ايموشنال بلانتنج؟ يعني تبلد شعوري، بتبقى تلم، بتبقى انت تنح، ولا اللي بيفرحك كان بيفرح، ولا اللي كان بيفرحك زمان بقى يفرحك دلوقتي، ولا اللي كان بيزعلك زمان بقى يزعلك دلوقتي. انت ضاربها جزمه، مش حاسس بحاجه، انت منمل، جسمك منمل، انت جسمك منمل، مش حاسس بحاجه، ولا حاجه بتفرحك ولا حاجه بتزعلك، انت مديها اللي هو الشعور ده. فاهم قصدي؟ الفكره في الشعور ده ايه بقى؟ الشعور ده برضو بيبقى مع الاكل. يعني الاكل كان بيفرحني مش عارف يفرحني. الله، انا ماسك السندوتش البرجر اللي كنت بموت عليه، ماسكه كده اهو، رحت قاطم قطمه، ايه ده؟ مش ضايق، مش مخليني سعيد، انا عايز قطمه تانية، اروح قاطم تاني. الله، انا مش سعيد برضو، قطمه تالت رابع خامس، نهم في الاكل. تفضل تاكل اكتر عشان عايز توصل لليفل الشبع وليفل ال 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 الاكتفاء من المؤثر. ماشي؟ في برفان كنت بحطه، بقيتش احطه، بقيتش يكيفني، بحط اكتر عشان احس اكتر. بقيت اكل اكتر عشان احس اكتر. بقيت عايز انام، لا، وانا بعد ما باخد الاس اس ار ده عايز انام اكتر عشان احس اني نمت. كان بيكفيني 8 ساعات، دلوقتي عايز 10 وعايز 12 ساعة ومش عايز حد يقومني وما عنديش حيلة اعمل حاجة ومفيش موتيفيشن. فما بشوفش الشمس، فالفيتامين دي بيقل، فعظمي بيتاكل، فالفايبروميالجيا بتزيد، فبفضل متعذب اكتر واكتر واكتر. طب وبعدين اخرج بره الدايلاما دي، رجع ثقتك في جسمك، رجع ثقتك في جسمك، هو ده الحل، انك تخرج بره الدايلاما دي. ثقتك في جسمك مش هترجع الا لما تصحى بدري وتلعب رياضه وتاكل صح. كلام كليشيه، انا عارف، كلام كل الدكاتره بتقوله، مفيش حل غيره. لو عايز كلام جديد او كلام متزوق وكلام اقول لك في حبايه مش عارف ايه، للاسف مفيش حل سحري، لازم تاخد خطوه. طب انا باخد الاس اس ار اي ومش عايز اخد خطوه، انا باخد اصلا الدواء ده وما عنديش موتيفيشن اعمله، اروح للدكتور واعمل حاجه اسمها سي بي تي اللي هو cognitive behavioral therapy، العلاج السلوكي المعرفي. ماشي بالعربي، اقول له انا عايز اتكلم معاك، ما تقعدش تكتب لي في ادويه وتمشيني. اروح لسايكولوجيست اقول له انا عايز اطلع بره الادويه دي. ماشي؟ ولو انت بره الادويه دي ابوس ايديك خليها لاست ريزورت، خليها اخر حل خالص الادويه دي. ابوس ايديك قبل ما تخش في الحته دي صلح نفسك، رجع ثقتك في نفسك. انا بتكلم عن الناس الانكزايتي والبانيك اتاكس، اللي هو الناس النوبات الهلع والناس اللي عندها التوتر المزمن. انا بتكلم في الحالتين دول بس، انا ما بتكلمش في حالات تانية في الامراض النفسيه التانية، انا بتكلم في الحالتين دول فقط. ابوس ايديك، رساله من قلبي، من دكتور خايف عليك بجد، من دكتور مش عايز منك حاجه، مش عايزك تجيلي. انا بتكلم اصلا، انا بتاع علاج طبيعي، انا بتاع عظم، انا بتكلم في حاجات نفسيه بتاثر على العظم، بس انا مش عايزك تجيلي، انا عايزك تاخد بالك من صحتك بعد اذنك، في اكلك، في نومك. اتقي الله ان لبدنك عليك حق. مش هتديله حقه، هيطلب حقه بالعافيه، هيطلب حقه بالعافيه، هيوريك الويل، هيطلع لك نبضات القلب. مش قادر، اتهمد على الجنب دلوقتي، مش قادر اعمل ده، انت ضعيف،
رايح تعمل ايه؟ انت ماشي في مول وسط الزحمه، هخوفك من الزحمه. داخل لي نفق، هخوفك من النفق. طالع لي كوبري، هخوفك من الكوبري. ماشي. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اظن كلامي واضح. هذا والله اعلم.